ومن الحب ما قتل. فعلا المقولة دي ممكن تكون صح. ممكن نكون بنحب حد قوي قوي قوي، ومن كتر حبنا ليه ان احنا نأذيه، من كتر ما احنا بنخاف عليه ممكن نأذيه. ممكن تكون بتحب حد وتسعى ان انت تضره من غير ما تقصد، او حتى يعني تكون بتقصد لمجرد حب الامتلاك، ان هو يكون ليك انت بس، ما يكونش لحد غيرك. ما تستحملش ان اي حد ممكن يبصله بصة مش حلوة، او يقوله كلمة هي مش عاجباك انت، لكن هي في الحقيقة ممكن تكون كلمة عادية او فيه. على فكرة احنا بنعمل كده كمان مع اولادنا من غير ما بنحس. مش شرط ده يكون بين الحبيب والحبيبة بس، لا ده كمان في العلاقات الإنسانية. يعني بتلاقي أصحاب بيغيروا على بعض جدا جدا جدا، هما عايزين بس هما اللي يبقوا صحاب، مش عايزين حد تاني ممكن يتدخل ما بينهم. الغيرة دي ممكن تعمل مشاكل لدرجة ان هو ممكن يضر صاحبه من غير ما يحس. حتى احنا كآباء وأمهات بنعمل كده مع أولادنا من غير برضو ما بنحس. بمنتهى البساطة، من كتر ما احنا بنحبهم قوي وخايفين عليهم لحسن اي حاجة ممكن تضرهم، ممكن نمنعهم ان هم يبقى عندهم اي علاقات اجتماعية. نمنعهم ونقول لهم لا، هتصاحبوا ده مش هتصاحبوا ده، حقك انك تختار لابنك مين الصاحب الكويس، بس بطريقة مش مباشرة، مش ان هو يبقى فرض عليه. وبعدين احنا وجهة نظرنا مختلفة عنهم تماما، فانا علشان خاطر اقنع طفلي بحاجة لازم احط نفسي مكانه. وما تنساش ان انت كنت في يوم من الايام كده صغير، ممكن ان انا احرمه ان هو يعمل علاقات اجتماعية لمجرد، وكمان يعني في ناس ممكن احرم ولادي مهما كانوا كبار ان هم ينزلوا ان هم يطلعوا، لمجرد ان انا خايف عليهم جدا، خوف كده ممكن يضرهم. ايوه، ومن الحب ما قتل. مش قتل بالمعنى ولكن بيضرهم. ما هو الضرر ده بيعتبر ضرر نفسي، بيبقى حاجة صعبة على الولاد، وبعدين يرجعوا ويقولوا ماما وبابا منعني من كل حاجة. وخد بالك، اوعى تمنحهم كده في كل حاجة علشان تكون كل حاجة قدام عينيك. نخلي بالنا على اولادنا، وما ننساش ان حبنا ليهم من كتر ما احنا بنحبهم عايزين نخبيهم كده، نحطهم في قفص محدش يتعامل معاهم غيرنا ابدا. حتى لمجرد لو في مثلا مدرس كلمه كلمه مثلا مش كويسه، انا عارف ان ابني غلطان على فكره، انا عارف، بس لا اقول لا، ما انا ابني مش غلطان، معلش يعني، لا انا ابني مش غلطان، لا انا كده بضر ابني من غير ما بحس. في ام كمان بتمنع بناتها من النزول تماما. مش معنى كده ان انا بقولك نزلي وطلعي واعملي، لا، اخلي بالي الشارع ده انا وانتي وكل الناس بنتعامل معاه، تمام؟ فعارفه ان في ناس كويسه وناس وحشه، يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى انا اكون حريصه في التعامل، اكون حريصه، مش ان انا امنع. اكون عارفه انا بنزل امتى وبجيب امتى، علشان ادي ثقه لولادي. لان الثقه اللي عندهم دي عمر اساسا الاطفال ما يبقى عندهم ثقه ابدا طول ما انا مش عطيهم الثقه دي. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي.